السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موقع اتكلمنا عنه قبل كده، ولكن في فيديو النهارده هنزود متابعين للناس اللي المفروض عملت شروط المسابقة. هنزود متابعين منين يا عم؟ هو انت اصلا بتزود متابعين منين؟ حتى لو كانت بفلوس، عايزين موقع موثوق يدينا عدد متابعين ان شاء الله لو هندفع فلوس. ده الكلام اللي بيجي لي يوميا من ناس كتير. اولا موقع 20 فولو، بتدخل عليه معانا 3 فايزين، هناخد اول رابط منهم هنحطه في المكان ده. طبعا الشرح والكلام ده كله ممكن الدعم الفني على التليجرام يفهمك ازاي تسجل اصلا وازاي تضيف رصيد. وطبعا الموضوع باين من تحت، في اضافه رصيد تضغط عليها وتدفع عند اي طريقه. عندك مثلا الفيزا والماستر كارد، عملاء العراق، مصر، وكله تلقائي ان شاء الله. بعد كده طبعا لما بتضيف الرصيد بتحط رابط الشخص اللي عايز تزود له، بتختار طبعا الفئه انستجرام مميزه، ده انتوا عشان مميزين بس. وبعد كده تحط الكميه 500 وتدوس على تاكيد الطلب او اتمام او ايا كان اللي جاي لك. تلاقي العدد وصل عندك في الحساب اللي انت المفروض مزود له. تعال لتاني واحد نحط الرابط ونزود 500، وبرضه هتلاقي العدد زاد بشكل سهل جدا جدا. التالت نحط الرابط نحط ال 500 وبرضه العدد هيزيد بشكل اسهل من السهوله. فما تنساش لو كنت عايز تشتري متابعين تخلي 20 فولو هو مرجعك الاول، لان هو الاوثق والاضمن في الوطن العربي. ده بالنسبه لاول حاجه في المقدمه. شروط المسابقه، شوف الفيديو من اوله لاخره، ما تقدمش ولا تاخر لان انا بعرف. وفي نفس الوقت اعمل كومنت حلو جميل وشير ولايك وسبسكرايب بس كده. تكلمني على التليجرام او انستجرام، اوريدي انستجرام، في اول كومنت مثبت. يلا بينا نبدا فيديو النهارده عشان ما اطولش عليكم. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنعمل حساب وهمي اولا علشان نفهم ازاي اصلا نتعامل مع المواضيع دي. كنا اتكلمنا عن كيفيه انشاء الحساب الوهمي، ولكن النهارده لازم اشرحها لك. اولا هنا انت عندك حساب انت كنت ناشئه قبل كده، لو تفتكر مثلا هتلاقي المعلومات بتاعه الاتصال ان انت ضايف رقم موبايل وجيميل. ما ينفعش تكون ضايف جيميل بس كده، ما تعملش غلطتي تكون ضايف رقم موبايل وجيميل. هتقول لي طب انت عايزني اعمل حساب عادي؟ هقول لك لا، انت اصلا اوريدي عندك حساب. هتخش على العلامه دي وتدوس على اسمك اللي هو بحسابك، وتضغط على اضافه حساب انستجرام. بعد كده تضغط على انشاء حساب جديد. بعد كده انشئ الحساب عادي خالص اكنك بتنشئ حساب جديد. طب ايه اللي هيحصل يا عم بيدو؟ ركز معايا. اكتب اسم مستخدم ثلاثي، يعني مثلا انت اسمك احمد محمد احمد، اكتب احمد محمد احمد ولكن مش اسمك الحقيقي يعني. تمام، انا هكتب مثلا ادم سيف، مثلا اي اسم تاني، ممدوح مثلا. 3 اسماء على اليوزر نيم، ده ممتاز جدا وبيساعدك ان الحساب ما يتحذرش. اولا بتسيبها كده بالشكل ده وتدوس التالي تنسخ طبعا اليوزر نيم. ثانيا بتكتب كلمه مرور قويه جدا ان شاء الله لو كنت هتعمل كلمه مرور مكونه من 30 حرف. تمام، بعد كده ضغط التالي. ايه اللي حصل هنا بقى؟ تخطينا مرحله ان احنا لا ناكد بموبايل ولا ناكد ببريد. كده كده هو خد معلوماتك. سنقوم باضافه بيانات البريد الالكتروني ورقم الهاتف من كاندي اللي هو الحساب بتاعنا الاساسي الى الحساب الجديد. اصبح كده معانا ايه؟ حسابين وهميين. هسجل هقول له اكمال عمليه التسجيل، مش هقول له اضافه هاتف او بريد الكتروني جديد، لان اوريدي طريقه النهارده بتحتم عليك او بتقول لك ان انت ما ينفعش تضيف اي حاجه من الكلام ده. اوريدي انت عندك الموضوع. انا بحاول قدر الامكان اديك تفاصيل التفاصيل عشان تبقى فاهم، للناس اللي بتقولي بتتكلم ياما، لا انا بتكلم ياما في تفاصيل معينه. تمام، الحساب عندك اهو. حط له صوره زي ما انت شايف، احط له مثلا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في الاسم. تبدا ان انت بعدها تحط منشور، الكلام ده كله تخليه حساب ابن ناس كده. تمام، بعدها بتسجل في الموقع اللي احنا المفروض هنجرب بيه متابعين النهارده. هو موقع ممتاز جدا وموقع تركي، تقدر تجرب بيه زي ما انت شايف. يعني ده تقريبا المره الثالثه في الشهر ده اللي نتكلم عنه. موقع ممتاز، وعلى فكره ده اعلان للناس اللي هتسال يعني. تمام، ونتيجه الاعلان ان انا باخد الفلوس ديت بقسمها على الناس اللي عندي وبزود بيهم متابعين. اوكي، هزود بالشكل ده كده. هحط اسم المستخدم اللي انا عايز ازود بيه. بعد كده ادوس على العلامه الخضراء دي باللي هي بالتركي تقريبا، الهجمه الترجمه تركي ما علينا. بندوسه كده ونكتب الكميه مثلا 120 75 25 ايا يكن، وبننتظر. طبعا لازم تقفل زر المراجعه، متابعه الاصدقاء دعواتهم تقفلها لازم عشان العدد يوصل، غير كده مش هيوصل وتقول عليا نصاب في الاخر. ما علينا، حدث الصفحه. العدد وصل من طريقه النهارده انشاء حساب وهمي بشكل صحيح جدا جدا، مش حساب واحد بل عشرات الحسابات كتير جدا. جرب واعلمني في الكومنتس وبس. ده كل حاجه في فيديو النهارده. شكرا جدا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.